محبي قناة أخبارك، نتمنى لكم فرجة ممتعة المرجو عمل لايك واشتراك في القناة لتشجيعنا على الاستمرار والمشاهدة الجديد دائما. في أولى ردود الفعل حول إرسال المغرب لمساعدات غذائية إلى قطر، سخر عبد الباري عطوان الكاتب الصحفي الفلسطيني ورئيس تحرير صحيفة رأي اليوم في مقال رأي نشر يومه الثلاثاء من المغرب، وكتب عطوان: لا نعلم إن دولة قطر التي تملك رصيدة مالية وصندوق سيادي يطفح بأكثر من 320 مليار دولار بحاجة إلى طائرتي شحن مغربي تحملان مكونات شوربة الحريرة أو الطاجين أو الكسكس المغربية، والمسألة مسألة تضامن سياسي وإرسال رسائل إلى أطراف أخرى وخاصة السعودية والإمارات ومصر، وتصحيح أخطاء سياسية أبرزها خطأ المشاركة في حرب اليمن والاحتجاج على النكث بوعود استثمارية ومحاولة مجاراة رأي عام مغربي محتقنا لا يكون الأمن من الود للسعوديين لأسباب ليس هنا مجال. وأضاف أن المسألة كلها تنحصر في مزايدات وتسجيل مواقف سياسية بحته على حساب قطر وازمتها بالدرجة الأولى، ولا تخرج في بعض الأحيان عن المناكفات السياسية. فالدول التي قطعت العلاقات مع دولة قطر أقدمت هذه الخطوة إما نكاية بها وإما تقربا من المربع السعودي الإماراتي البحريني المصري، وطمعا بقوته المالية الناعمة، أو الاثنين.